كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. ناس يحسبوا اني انا ضد التهنئة في رمضان عشان المنشور اللي نشرته. حبيت انا اقول لكم قصة. في يوم من الايام كنت في المستشفى مع احد الوالدين، والجوال كان مشحون تقريبا 80%، ورمضان جاء ونحن كنا متوقعين انه يجي في يوم اخر مش في نفس اليوم. واتهافتت الرسائل على الواتساب، وانا كنت بكلم الطبيب لانه احد الوالدين يحتاج اكياس دم، وبيسألوني الدكتور إذا أنا أقدر أستطيع أتبرع بالدم. واختفت هذه الرسالة في الواتساب، وكل ما أحاول أوصل لها ماني قادر أوصل. آلاف الرسائل تجي، ما يقارب 40,000 رسالة في أقل من ربع ساعة، وأنا بحاول أتواصل مع الطبيب. انتهى شحنه وانتهت البطارية في نهاية الأمر. ما قدرت حتى أتصل بالطبيب، وفضلت أجري بين الأدوار حتى أوصل وأخليهم يحللوا لي دمي، والحمد لله أنقذت أحد الوالدين. وهذه هي المشكلة اللي واجهتني، وأنا شخص من ذوي إعاقة مفعل تنبيهات الاستخدام، يعني كل رسالة ترسلها حتنقري في إذني في السماعة، فما له داعي إنه تسبب الأذى. طيب، الدولة أعلنت عن رمضان، ما يحتاج أنت تقول لي. تبغى تقول لي كل عام وأنت بخير، خلاص قول لي في نفسك، أو ممكن تقول لي تحت هذا الفيديو بدون ما تجي رسائل طين 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 طين